السلام عليكم متابعين الأعزاء، إن شاء الله يلقاكم هذا الفيديو على خير وبألف وبأتم صحة وسلامة يا رب. اليوم عندي معكم نوع من الفطائر المالحين لشهوات رمضان. الله يدخل علينا وعليكم الصحة والسلامة إن شاء الله يا رب آمين. هنا عندي 1 كيلو الدقيق، تقريبا كيلو الدقيق، وعندي معلقة ديال السنيدة، معلقة ديال الخميرة الفورية، الملح حسب الذوق لانهم مملحات خاص تكون ملحه. انا عندي 2 معالق ديال حليب بودر، وهنا عندي بياض البيض، صفر البيض غنخليوه حتى غندهنوا بهم هاد المملحات. غادا نخلط هاد المكونات اللي عندي، ومن بعد غنجمعهم بالماء اللي غادي يكفي هاد العجين هذا. بالنسبه لبودره الحليب، الا ما عندكش البودر ديري 1 كيسان الحليب حسب الموجود في المطبخ. هنا غنبقى نجمع في هذاك العجين ديالي حتى كنجمعو، ومن بعد غنزيد تقريبا واحد 100 غرام ديال الزبده اللي ذوبتها واحد شويه، وغنبقى ندخلها في هذاك العجين ديالي، ومن بعد غنزل داك العجين فوق سطح العمل، وغنبدا كندلك فيها مزيان حتى كتجانس مع بعضياتها، وغادي نجمعها وغنديرها في هذيك الانيه وغنغطيها ونخليها على جنب، ونمشي نعدل الحشوه ديالي. هنا عندي حبه بصل، غنزيد عليها تقريبا 2 معالق الزيت البلديه، الملح حسب الذوق، والابزار والبابريكا. من بعد ما طيح معايا هاد البصله شويه غنزيد عليها واحد شويه ديال ليشو. هنا الحشوه كتبقى حسب الذوق، اللي بغيتي ديري يعني داكشي ماشي ضروري. انا هادشي اللي عملته انا غادا تعمليه حتى انتي حسب الموجود عندك في المطبخ. هنا درت ليشو، انا ولادي ما عندهمش مع الخضر، مي كندخل ليهم الخضر بهذه الطريقه هذه. هنا عندي حبه خيزو وحبه قرعه خضراء، وهنا عندي شويه الربيع، شويه الثوم، يعني 2 ضروس ثوم، وشويه الزيتون مقطع. هنا عندي واحد نص معلقه ديال الزعتر، ونص معلقه سميتو اليازير. غنخلط هاد العناصر ديالي مزيان حتى كيتجانسوا ونحطهم على جنب. وهنا غندير واحد تقريبا واحد 400 غرام ديال الكفته، يعني نص كيلو قل شي حاجه. وهنا عندي حبه ديال الفلفله الحاره اللي غنبقى كنبسط فيهم بهذه الطريقه هذه حتى طيب لنا الكفته بهذا الشكل هذا. نزيدها للخليط الاول، نحرك ديك العناصر كلها حتى كتجانس مع بعضياتها، ودابا غنمشي ونعدلو العجين ديالنا على شكل الفطائر اللي غادا ندير معاكم. العجين ما نقولش لكم رطب وزوين، ما يلصق ما حتى حاجه. هنا غادي نقسمها على 2، النصف الاول غنعدلو معكم، والنصف الثاني غنخليه في ديك الانيه وغنستن حتى ندير به شي حاجه اخرى. هنا غنخليه يرتاح ثاني واحد شويه، تقريبا ديك ربع ساعه هكذاك. نجيبوا المدلك ديالنا ونبقاو نوركو في العجين ديالنا على راحتنا حتى كيتورق معنا ويبان لنا رقيق. نقطعوا دوك الحواشي ديالنا اللي كيكونوا اللي غادي يخسروا لنا الفطائر،
ديالنا. هنا غادي ندهن بشويه الزبده المذابه اكيد، وغنفرش النصف الاول بالحشوه اللي عندنا، ومن بعد غنغطيها بشويه الفرماج الموزاريلا. عندك الفرماج الاحمر او الفرماج الموزاريلا او الفرماج المربعات على حسب الموجود، بلا ما نعقدوها بالموجود عندنا. كنديروا اللفائف ديالنا. هنا غنزيدوا النصف الاخر اللي باقي، غنزيدوه لهاد النصف الاول باش نغطيو هاد الحشوه، وغنقطعوها على شكل مستطيلات. وغنلفوها بهذا الشكل هذا، وكتعطينا واحد الشكل زوين ومنظر زوين. ونبقاو على هذه العمليه حتى كنكملوا دوك اللفائف ديالنا كلهم. مع درت الحشوه كثيره كتبقى طيح لي من هكا يعني حسب، اكيد خاص الفطيره ديالتنا تكون عامره. غنبقاو على هذا الشكل هذا حتى غنكمل اللفائف اللي عندي، ومن بعد غنخلط داك صفاره البيض بشويه الحليب، واحد 2 معالق ديال الحليب، وغندهن بهم هاد اللفائف اللي عندي. في بضاد ريدك وهي ثقل بيتيني بضاد اسمه ليلي ويا ليلي ليلي ويا ليلي سنو مسيري وحاولت تغيفي. انا حبيت نزينها بحبوب الشيا، وانت حره سيدتي، زيني باش ما بغيتي، ولا خليها غير هكاك حسب الذوق وحسب الموجود. الحمد لله. وهنايا عندي لفائف ديالي ها هما طابوا على حقهم وطريقهم، رطيبين معمرين، شي حاجه اللي كتحمر الوجه. ان شاء الله نتمنى من الله الكريم ان هذا الفيديو ينال الرضا ديالكم، وكل عام وانتم بخير، والله يدخل علينا وعليكم رمضان بالصحه والسلامه ان شاء الله وبطول العمر يا ربي امين. ونتلاقاكم ان شاء الله في فيديو قادم. دمتم في رعايه الله.